الحالات اللي بيكون مقرر ليها إنها تاخد حقنة الRH وما أخدتهاش لأي سبب، أو أخدتها وما كانتش الجرعة فعالة. الحقيقة من رحمة ربنا بينا إنه مش كل الحالات دي بيحصل معاها عملية الsensitization أو التحسس وتكون الأجسام المضادة الضارة في دم الأم. 70% من الحالات دي بتعدي في الحمل التاني وما بيكونش حصل أي مضاعفات، و30% بس من الحالات هو اللي بيحصل معاهم موضوع التحسس وتكون الأجسام المضادة. طبعا ده مش معناه إن احنا ما ناخدهاش، لازم طبعا ناخدها في الأوقات المقررة ليها. المضاعفات بصفة أساسية بتكون للجنين في الحمل التالي للحمل اللي ما أخدتش فيه الحقنة، ودي بتبقى عبارة عن أنيميا شديدة للجنين، ده نتيجة زيادة معدل تكسير خلايا الدم للجنين بفعل الأجسام المضادة الضارة الموجودة في دم الأم من عملية التحسس السابقة اللي بيحصل معاها استسقاء للجنين، والحالة دي بتبقى معروفة باسم الهيدروبس فيتاليز. الحقيقة علاج الحالات دي دايما بيكون من خلال الفيتال ثيرابي، وحدات طب الجنين بيتم عمل نقل دم متتالي بصفة متكررة للجنين أثناء الحمل، وممكن علاج الأم اللي بتكون نسبة الأجسام المضادة عالية عندها بتقنية البلازما فريسيز أو تنقية دم الأم من الأجسام المضادة. والحقيقة التقنيات دي في العلاج في نسبة من الحالات بينجح معاها الحمل وممكن يكمل على خير إن شاء الله. شكرا ليكم، نشوفكم على خير إن شاء الله، دمتم بخير.